بيان إلى الرأي العام. بعد مرور 6 أعوام على تحرير المدائن كوباني، قدمت حتى تحريره المئات من الشهداء والآلاف من الجرحى، مستمدين إيمانهم ومقاومتهم من إرادة الشعب، ومقتنعين أن النصر حليف الحق مهما امتلكت التنظيمات الإرهابية من عتاد وعدة ودعم من الجهات والدول الإقليمية، وفي مقدمتها النظام التركي الممول والمتواطئ مع كافة التنظيمات الإرهابية والجماعات المسلحة في سوريا والمنطقة. فلا عجب بأن النظام الفاشي التركي راهن على فشل المقاومة التاريخية التي سطرتها كوباني، علما بأن هذه المقاومة تجاوزت جغرافية كوباني ووجهها وسوريا، ونابت في ذلك عن العالم الحر والقيم الإنسانية بالتصدي لذمية الاستعباد والإرهاب كظاهرة طارئة تستند على الاستبداد وتعادي المبادئ الإنسانية وعن كل ثقافة ودين. وقد تضامن العالم مع كوباني في ظاهرة لم تشهدها أي مدينة، لأن كوباني تضامنت من خلال دماء شهدائها مع العالم كله، وألهبت مشاعر الثوار في جميع أنحاء العالم، مفتخرين بنصرها التاريخي ونصر مقاومة كوباني. يعتبر أول خسارة للتنظيم الإرهابي داعش، إذا كانت هزيمته تلك بداية الهزائم التي تلقفها التنظيم في مختلف المناطق الأخرى بعد أن سقطت جيوش ومدن كثيرة بيد مرتزقة داعش. إننا في ناحية تربسبية نحيي الذكرى السنوية الخامسة لتحرير كوباني، وننحني أمام عظمة شهدائها، كما نبارك عموم شعبنا بالذكرى السادسة للإعلان الإدارة الذاتية في كوباني، معاهدين أنفسنا ومجددين العهد بأن نسلك طريق الشهداء حتى تحقيق النصر الكامل وتحرير عفرين وعودة شعبها، وتحرير كامل المناطق السورية من الاحتلال التركي ومرتزقته. إن ذمية المقاومة والإرادة التاريخية في كوباني تحولت بعد تحريرها إلى نقطة مفصلية في تاريخ الكرد والقوى الديمقراطية والعالم أجمع، وهو ما يتطلب من كافة القوى والمنظمات الدولية والحقوقية الوقوف بحزم أمام المساعي الرامية إلى إعادة إحياء داعش، وخاصة الدولة التركية التي تحولت إلى وكر يأوي ويجند فيها كافة الجماعات الإرهابية وتصدرها إلى كافة دول المنطقة لتحقيق مخططاتها الرامية إلى إحياء العثمانية البائدة والحيلوية دون تحقيق الشعوب بآمالها والوصول إلى إرادتها الحرة، وخاصة التجربة الديمقراطية في شمال وشرق سوريا التي أصبحت المنارة المضيئة الأكثر نجاحا كنموذج للحل والتآخي والعيش المشترك في ظل الأزمة المعطلة السورية المستفحلة منذ قرابة 10 سنوات. عاشت مقاومة كوباني، المجد والخلود لشهداء كوباني. برغوادان.